يا ريت يا مدام وانتي بتعملي السلطه لجوزك ما تحطيش الطماطم جنب الخيار. غلط 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 وعيب. تاني، وانتي بتعملي السلطه لجوزك ما تحطيش الطماطم المؤنث جنب الخيار المذكر. غلط، يعملوا قفله في وشك تتكهربي تموتي بعد شر عليكي وعلى حواليكي. الطماطمايه المؤنثه مع الخيار المذكر نو. نعم يا اختي، انت بتتعوقي على ايه؟ 4 3 2 1. تاني، لو انتي قاعده جنب جوزك فرعونك ما تتنفسيش وهو بيتنفس. عيب عيب يا مدام، عيب تتنفسي وجوزك بيتنفس في نفس الوقت. ده انت كبيرك حجم مناجفه، اسم الله يا اختي ويا بنت سنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصدقائي وصديقاتي المحترمين في المصطبة حكايات عود على بدء. في الفترة الأخيرة يا جماعة طلعت لنا مذيعة جميلة ورقيقة، هي اللي قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة، واسمها ياسمين عز. حلوة بس دماغها لسعة شويتين وعايشة الدور، والمشكلة انها واقفة في صف الرجالة بنسبة 100% ضد الستات، وبتكره الستات كره العمى، ما تعرفش ليه، غريبة يعني فعلا. لا وكل شوية تطلع تتفلسف وتطلع لنا بآراء غريبة وحاجات أغرب ونظريات هبلة زي اللي بيصدقوها. مثلا مرة تطلع تقول للستات وانت بتعملي السلطة لجوزك اوعي تحط طماطم جنب الخيار. ليه؟ لأن الطماطم مؤنث والخيار مذكر، هذه الطماطم وهذا الخيار على طول يعملوا قفلة. سبحان الله. شوف، الطماطمايه المؤنثه مع الخيار المذكر نو. قومي 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 فزي، قومي استحمي، قومي. ومرة تانية تقول للستات وانت قاعدة جنب جوزك ما تتنفسيش وهو بيتنفس. ليه يا ستي؟ ما اعرفش. شوف، عيب عيب يا مدام، عيب تتنفسي وجوزك بيتنفس في نفس الوقت. ليه كده ياما؟ ده انا غير ياما. ومرة تالتة اوعي تكلمي جوزك في التليفون وانت حافية. ليه يا ستي ليه؟ ما نعرفش. شوفوا، انك يا مدام ما ينفعش تكلمي جوزك في التليفون وانتي حافيه. تاني، ما ينفعش تكلمي جوزك في التليفون فرعونك وانتي حافيه القدمين، ما ينفعش. طيب بنكلمه ازاي؟ في حاجات صغيره قوي عدت علينا في حياتنا هنرجعها مع بعض. بنكلمه واحنا لابسين حاجه في رجلنا، لازم نكون لابسين جزمه عفوا او اي حاجه فيها حتى لو كعب، شويه انوثه. اتفضل، هذه المتعلمه بتاعت المدارس. ومرة رابعة تطلع تقول ايه يعني لما العروسة تبوس ايد عريسها في الفرح؟ ايه المش طبيعي في ان العروسه تبوس ايد عريسها؟ ودايما على طول تلاقوها واقفة في صف الرجالة ضد الستات، وما سابتش راجل لا في قرية ولا في محافظة ولا في نجع فيك يا مصر، وخصوصا محافظة الدقهلية، إلا لما مدحته واتغزلت فيه وقالت فيه أشعار. شوف تاني، من اجل المنزله الدقهلاوي في احسن منزله، ومن ضمن لمنية النصر خطيبي احلى راجل في مصر، او جوزي احلى راجل في مصر، ومن 100 غمر ل100 سلسيل جوزي راكز وتقيل. الله. من دكرنس لبني عبيد حبيبي حمش وشديد. الله. من شربين السنبلاوين اشيله في بقبق نن العين. من طلخه لبلقاس هو عندي اغلى الناس. ودايما يا جماعة تلاقوا واقفة في صف الرجالة ضد الستات. أموت وأعرف إيه سر كراهها للستات. لقوا إيه؟ كل كلامها غزل أو حب في الرجالة أو للرجالة أو عن الرجالة أو على الرجالة أو فوق الرجالة أو تحت الرجالة، المهم كله رجالة. والاخت المبجله المحترمه المذيعه ياسمين عز جربت حظها في التمثيل كتير يعني، ومنهم مسلسل الصفعه مع الممثل شريف منير، لكن للاسف ما نفعتش في التمثيل، فاشتغلت مذيعه وقدمت برنامج على الMBC اسمه برنامج مع الناس، والمفروض ما يكونش اسمه مع الناس، كان يبقى اسمه مع الرجاله،
مش مع الناس، وكل كلامها تلاقوه مقفور حبتين لا 3 حبات. فاحنا بنعرف ان ست ممكن تمدح او تتغزل في ست زيها عادي، او في راجل يمدح راجل زيه عادي، او راجل يمدح او يتغزل في واحده ست برضه عادي جدا عادي. انما ست تمدح وتتغزل في راجل، وخصوصا بطريقه اختنا ياسمين عز، ويا ريت بقى راجل واحد معين، لا ده كل رجاله مصر تقريبا، او ده بقى اللي مش عادي. انا دلوقتي بقى عايز اسال الاخت المبجله المحترمه المذيعه ياسمين عز سؤال واحد بس، سؤال واحد، انت عايزه ايه بالظبط؟ حددي هدفك، حددي موقفك، حددي موقعك الجغرافي على الخريطه، حددي بالظبط انت عايزه ايه من الرجاله. الحنيه الزايده ديت عن حددي وراها ان. انا بقى هنا عشان اقول لكم ايه الان دي. الاخت ياسمين عز يا جماعه بكل بساطه وبكل وضوح وبكل دقه ماشيه بمبدا خالف تعرف. فهي شايفه ان دايما الست هي الجبروت، وهي دايما اللي بتهاجم الراجل، وهي دايما اللي بتشتكي من العيش والعيشه واللي عايشينها، والراجل يا عيني مسكين ما بيتكلمش. وعلى فكره نادرا لما بنشوف واحده ست بتمدح في جوزها، بالذات عندنا في مصر دايما تلاقي الست باصه لعيشه غيرها اللي احسن منها، وجوز صاحبتها اللي اغنى من جوزها، وتبدا بقى يا جماعه تقارن بجوز صاحبتها اللي مهنيها وجوزها اللي مطفحها الدم وموريها الويل والنجوم في عز الظهر وساقيها المر، يا عيني يعني غلبانه يعني. فالاخت بقى ياسمين عز ما صدقت لقت السكه دي، قالت السكه ديت انا اللي همشي فيها، سكه خالف تعرف، سكه الست اللي ما بتشكيش من جوزها، لا ده كمان ايه بتديله كل الاعذار للاخطاء اللي بيعملها. المهم ان الراجل دايما ما بيطلعش غلطان ابدا سي السيد، وان الست هي اللي دايما مقصره في حقه ومهمله في حقه. وكويس كويس قوي ان الرجاله مستحمله ستات وده يبوسوا ايديهم وش وظهر. ده كلام يا جماعه، اهو ده كلام الاخت ياسمين عز عشان تشهر وتوصل وتبقى ترند. ادي كل الموضوع. انك يا مدام ما ينفعش تكلمي جوزك في التليفون وانتي حافيه. تاني، ما ينفعش تكلمي جوزك في التليفون في رعونك وانتي حافيه القدمين، ما ينفعش. طيب بنكلمه ازاي؟ في حاجات صغيره قوي عدت علينا في حياتنا هنرجعها مع بعض. بنكلمه واحنا لابسين حاجه في رجلنا، لازم نكون لابسين جزمه عفوا او اي حاجه فيها حتى لو كعب، شويه انوثه. تاني، لو انتي قاعده جنب جوزك في رعونك ما تتنفسيش وهو بيتنفس، عيب، عيب يا مدام، عيب تتنفسي وجوزك بيتنفس في نفس الوقت.